كي نقولوا الصيف والسخانه نقولوا الايس كريم. جبت لكم وصفه ايس كريم الماء اللي درت بها حال على القناه، وصفه ناجحه بدون مثبت بدون جلوكوز بدون هذيك الماشينه اللي يخدموا بها برا، فرحي عائلتك ووليداتك بهذا الايس كريم. السلام عليكم، معكم اميه القلميه، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه وازكى تسليم. وصفه اليوم راح تكون ايس كريم الماء كميه كبيره ما شاء الله، وانتي مفرحه وليداتك. وصفه ناجحه وتبرد على القلب. ما تنساوليش هذيك الجيم فضلا وليس امرا. بلا ما نطول عليكم نروحوا نتعرفوا على الوصفه تاع نهار اليوم. اول حاجه عندي كاسرونه كيما راكم تشوفوا درت فيها كاس غير ربع تاع ماء، عندي ملعقه تاع مايزينا ولا نشاء كيما راكم تشوفوا، وعندي 2 ملاعق تاع السكر. المقادير راهي مضبوطه، راح ندير معكم 3 اذواق: ذوق الفراوله، ذوق الليمون ولا ذوق لافاني، وذوق الشوكولا. كاس غير ربع تاع ماء، ملعقه تاع مايزينا ولا نشاء، 2 ملاعق تاع السكر، وعندي علبه تاع فلان ذوق الفراوله وزن 50 غرام. درت كل شيء مع بعضه بارد في بارد كيما راكم تشوفوا. فوالا نخلط مليح هنايا بالفويق قبل ما نحط الكاسرونه تاعي على النار باش يذوب لنا هذاك السكر شويه، وتتحل هذيك الملعقه تاع نشا كيما راكم تشوفوا. نحط الكاسرونه على النار ونقعد نخلط مليح. يا البنات لازم عليكم تخلطوا حتى تشوفوا الكريمه تاعكم بدات تعقد. هاي لكم هنايا بدات تثقل الكريمه، راح نحيها هنايا من على النار. هاوليكم القوام اللي تحصلت عليه، نحيتها هنايا من على النار، ضفت لها شويه عطر الفراوله كما تقدروا تستغناو عليه، وكملت خلط مليح. وراح نحطها في بول ولا في غيسيبيون هكا باش نحطوها في المجمد. هذا الذوق الاول بذوق الفراوله. ما راكم تشوفوا هبط كامل هذيك الكريمه. هاليكم خليوها حتى تنعقد مليح ونحيوها. حطيتها بجي وراح نحضروا اللي بذوق الليمون. جبت نفس الكاسرونه كنت غسلتها، درت فيها كاس غير ربع تاع ماء، ملعقه تاع مايزينا ولا نشاء، 2 ملاعق تاع السكر، وعلبه تاع فلان بذوق الليمون. كل شيء بارد في بارد. خلطوا مليح بالفويق قبل ما تحطوا الكاسرونه تاعكم على النار. هاي لكم اللي عندها الفلان تاع الميزان تقدر دير 2 ملاعق تاع فلان بذوق الليمون كيما راكم تشوفوا، 2 ملاعق يكونوا بومبي معمرين. خلط كل شيء بالفوي بهذه الطريقه. من بعد نحط الكاسرونه تاعي على النار ونبدا نخلطوا التحريك المستمر حتى نشوفوا الكريمه تاعنا ولا الخليط تاعنا بدا يعقد. نحيهم يعني ضروري يا البنات تخلطوا قبل ما تحطوا الكاسرونه تاعكم على النار. هاي ليكم نقعد نحرك هنا تحريك المستمر حتى نتعقد الكريمه. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه. نحيه هنا راح نضيف لها عطر الليمون، هذا ثاني اختياري لانه درنا فيها الفلون بذوق الليمون. كملت خلطت مليح وراح نهبطها في بول كيما راكم تشوفوا، وراح نحطها بجهه وراح نكمل نزيد نحضروا اللي بذوق الشوكولا. هاي ليكم هذيك بذوق الليمون والاخرى بذوق الفراوله. نفس الكاسرونه درت فيها كاس غير ربع تاع ماء، ملعقه تاع مايزينا كيما شفتوا، 2 ملاعق تاع السكر، وعلبه تاع فلون بذوق الشوكولا وزن 50 غرام. خلط مليح بالفوي كيما راكم تشوفوا. حطيت الكاسرونه تاعي على النار، كي نشوف الكريمه بدات تعقد نحيها. هاوليكم هنايا راهي بدات تعقد. هاوليكم القوام اللي تحصلت عليه كيما راكم تشوفوا. الكريمه عقدت، ضفت لها هنايا عطر الشوكولا، هذا اختياري، تقدروا ما ديروش لانه يعني درنا فيها قلت لكم الفلوني بذوق الشوكولا. الاذواق كامله راهي واجده. دخلتها للفريجيدار واحد ربع ساعه حتى نص ساعه حكم تروحها مليح. نجيو هنا نكملوا الوصفه تاعنا. بعد ما بردت الكريمه كيما راكم تشوفوا، جبت هنا غيسيبيون درت فيها كاس تاع ماء عادي، كاس غير ربع تاع بودره شونتي وعطر الفراوله. شوفوا حبيباتي الوصفه يعني كنت سبق وشاركتها معكم بالباتير، لكن للاسف هنا الباتير تاعي كان حبس لي يعني ما كملتش به. كنت كملتها في الاشوار. يعني تقدروا اللي ما عندهاش الباتير تقدر تخدم هذه الوصفه تاع الايس كريم غير في الاشوار. هنا خلطت مليح هذيك الكريمه، طلعتها شويه بالباتير، من بعد ضفت لها هذيك الكريمه اللي بذوق الفراوله اللي كانت حاكم تروحها مليح. وشوفوا يا البنات هنا الباتير حبس لي، شوفوا كيف قاعد يسيح لي في الكريمه. ومن بعد عاود مشى كملت خلطت شويه، ما خلطليش مليح يعني قعدوا واحد الحبيبات في الكريمه. نتوما من الاحسن واش ديروا، احكموا الاشوار تاعكم، ديروا فيه كاس تاع ماء، كاس غير ربع تاع بودره شونتي مع هذيك الكريمه، يعني ديروا كل شيء مع بعضه وحطوهم في الاشوار وخلطوا مليح. وشوفوا القوام اللي تحصلت عليه روعه يا البنات. شوفوا يعني ذوك الحبيبات اللي قعدوا لي في الباتير كيما راكم تشوفوا. الباتير كان عيان اللي عندها باتير مليح تقدر تخدم به. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، تجي الكريمه ليس، تجي روعه يا البنات. هنا رجعتها للغيسيبيون كما شفتوا، على اساس قلت نزيد نطلعها شويه بالباتير. فينالمون ما مشاش كامل، عاود حبسها. وليكم مي صراحه يعني ديروا في الاشوار هذا الايس كريم ورجعوا لي بالخبر، يجيكم روعه روعه.
وما تحتاجوش كامل للباتير. هذيكم الكريمه اللي بذوق الفراوله اللي تحصلت عليها، كريمه ما شاء الله يعني كميه كبيره كيما شفتوا. القوام تاعها روعه يا البنات، والقوام راهو يجي كيما هكا خفيف. من بعد رانا نعاودو نحطوها في المجمد تحكموا روحها مليح، وراح نتحصلوا على ايس كريم صنع منزلي وناجح مليار في المية. سويت بسباتيل الوجه تاعها وحطيتها في العلبه وحطيتها في المجمد. نجيو نحضروا الكريمه الثانيه واللي هي اللي بذوق الشوكولا. عندي كاس تاع ما، كاس غير بوع تاع بودره شونتي مع هذيك الكريمه اللي كانت جمدت اللي حطيتها في الفريجيدار. حليتها بالمغرف هكا كيما شفتوا، ولقت عليها وقعدت نخلط مليح بالاشوار حتى يعني تحصلت على واحد الكريمه قوامها واش نحكي لكم، طلعت يعني ما شاء الله. صدقوني ديروا في الاشوار ورجعوا لي بالخبر، خير من الباتير الف مره. سبق وشاركت معكم هذه الوصفه تاع الايس كريم بالباتير، صراحه يعني بالاشوار عجبتني بزاف بزاف. ليسيت الوجه تاعها بسباتيل ولا بالمغرف، غلقت عليها ودخلتها مع اللي بذوق الفراوله في المجمد. الكريمه الاخرى اللي بذوق الليمون، عندي كاس تاع ما، عندي كاس غير بوع تاع بودره شونتي مع هذيك الكريمه اللي ما عندهاش الاشوار يعني وعندها الباتير. دير في الريسيبيون كاس تاع ما، كاس غير بوع تاع بودره شونتي مع هذيك الكريمه اللي كانت حكمت روحها، وتخلط مليح بالباتير حتى انت تحصل على كريمه بهذا القوام. هاي ليكم اللي بذوق الليمون، وش نحكي لكم على البنه تاعها منعش يا البنات. هذا الذوق يعني صراحه قنبله بزاف بنين. ليسيت الوجه تاعها بسباتيل، ليسيوها مليح، حطيتها في المجمد. شوفوا الوقت يا البنات، من الاحسن تقعد لكم من 5 سوايع حتى 6 سوايع 7 سوايع، يعني ماكسيموم تقعد 5 سوايع هكا باش يجمد معكم الايس كريم مليح، وتقدروا تشكلوه كيما راكم حابين نتوما. هنا بعد ما فاتت مده 6 سوايع حطيتها في المجمد، تقدروا تخدموه في الليل والصباح تستهلكوه. هام ليكم الاذواق كامل في 3. عندي هاد لي فيغين كيما تقدروا ديروا في كؤوس، لكم الاختيار. عندي كميه تاع ما باش نحط فيها هاد الملعقه، وعندي هاد الملعقه الخاصه بالايس كريم راهي تتباع عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات. السعر تاعها نورمالمون 20,000، والله عندي واحد 3 سنين ملي شريتها هكاك نسيت 20,000 ولا 15,000. كل ما نجي نهز يعني هذاك الايس كريم، نحط الملعقه في الماء يكون شويه سخون ونهز بهذا الشكل. وشوفوا لي هذوك الاذواق يا البنات، بسم الله ما شاء الله، يعني ايس كريم صدقوني بزاف بنين ويبرد على القلب. روعه روعه روعه، يعني حضروه لوليداتكم في المنزل احسن ما يشريوه من برا. شوفوا يا البنات، راح نكمل كامل هاد لي فيغي نعمرهم ونرجع ليكم. وهنايا التزيين يقعد اختياري. عندي هذا توبينغ الخاص بالايس كريم كما شفتوا، يعني قاروره كما هيك تحكملكم مده كبيره. انا هذه من العام اللي فات وانا نخدم بها ومازال يعني لا دات تاعها ما ماتتش. شوفوا يا البنات، ديروا خطوط بهذا الشكل، تقدروا من الفوق ديروا كاوكاو محمص او مرحي في الرقيق. كاين هذيك التوبينغ كاين بذوق الكراميل، كاين بذوق الفراوله، ديروا اي ذوق حابينه نتوما. وشوفوا ما شاء الله عمرت هذا لي فيغين، وشوفوا الكميه اللي قعدت لي، يعني تقعدوا يامات وانتم تاكلوا فيه في المجمد. ناجح مليار في المية، ما يروح له والو كما شفتوا غير بالماء، يعني ما فيش الحليب، ما تخافوش لا يفسد لكم. هاي لكم ان شاء الله حبيباتي، كنت خفيفه ظريفه عليكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنساوليش لايك، خليو جيم، خليو رايكم في التعليقات. معليا غير نقول لكم مع السلامه.